طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم صابر. في الفيديو اللي فات قدرنا نتعرف على السكافلد، وكمان قدرنا نتعرف على الاب بار اللي جوه السكافلد والبادي، وكمان قدرنا نطبق الحاجات بتاعه الماتيريال ديزاين لما استخدمنا السكافلد جوه الماتيريال اب. الفيديو ده عايزين نظبط الشكل بتاعنا دلوقتي، ونبدا نتعرف على حبه حاجات كده حلوه، زي ان احنا عايزين نغير اللون بتاع الاب بار اللي بره ده. تمام، لو دخلت جوه الاب بار ده ونزلت تحت كده وكتبت باك جراوند كولر، هتلاقي في بروبرتي او في حاجه اسمها باك جراوند كولر، تقدر ان انت تغير من خلالها اللون بتاع الاب بار اللي ورا ده. تمام، طيب الباك جراوند كولر دي بتستقبل حاجه من نوع كولر. طب انا عايز ابصلها كولر. ممكن ابصلها كولر ازاي؟ ممكن اجي اكتب كلمه كولرز كده بالشكل ده، واجي اقول له دوت، هيجيب لي كل الالوان اللي انا اقدر استخدمها. يعني ممكن ان انا مثلا ان انا اقول له ان انا عايز الباك جراوند كلر دي تكون ريد، يعني باللون الاحمر. لاحظ لما انا كتبت ريد كده الاي دي اي يعني او الفيجوال ستوديو كود قال لي والله الكلر ده هو عمل لي بوكس كده وقال لي اللون ده هو الريد اللي انت عايزه. تمام، انا ممكن ادوس كنترول اس دلوقتي واسيف اللي انا عملته ده واعمل ريستارت. هبص هلاقي ان الاب بار الباك جراوند كلر بتاعه كله اتغير دلوقتي وبقى باللون الاحمر. نفس الكلام ممكن بدل ما لو يعني ممكن اغير اللون الاحمر ده واجي اقول له كلرز دوت كده بالشكل ده، هلاقي فيه بلو، هلاقي فيه اورنج، هلاقي فيه لايت بلو، هلاقي فيه الوان كتير قوي. انا ممكن استخدم اي واحد منهم. يعني انا مثلا عايز استخدم الاورنج ده، اللون البرتقالي، ممكن اسيف واعمل ريستارت، اغير اللون بتاع الباك جراوند بتاع الاب بار ده وخلاه باللون البرتقاني، وشكله حلو دلوقتي واللون بتاعه جميل قوي. ومش بس كده، مش دي الطريقه الوحيده اللي انت تقدر تباصي فيها كلر. ممكن تباصي كلر بطريقه تانية. افتراضا يعني دلوقتي ان انت عندك تصميم معين في دماغك، والتصميم ده فيه بعض الالوان. يعني الكلرز لما تيجي تقول له كلرز دوت مش هتلاقي كل الالوان اللي انت عايزها. افتراضا ان في نوع لون معين مثلا انت عايزه، وليكن اللون ده انا عايز اخد اللون ده وابدا ان انا احطه مكان اللون اللي هو اللون الاورنج ده او البرتقاني ده. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي مثلا اخد سكرين شوت كده، يعني للجزء اللي هو فيه اللون بتاعي ده، هاجي اخد سكرين شوت كده وفتحت الصوره اهي. ممكن اخدها كوبي مثلا او ان انا احفظها على الجهاز بتاعي، واروح على موقع مثلا اسمه ايمج كولر بيكر بالشكل ده. انا في الموقع ده هبدا ان انا ابصيله بس الصوره، هدوس كنترول في على الكيبورد بتاعي، بصيت له الصوره بتاعتي اللي انا عايز اخد منها اللون، وهاجي اقف بالماوس على اللون اللي انا عايزه كده. بص لاحظ ان انا دلوقتي لما بغير المكان بتاع الماوس اللون بيتغير هنا. بص لاحظ اللون ده بيتغير ازاي. بص طيب انا عايز اخد اللون ده، هلاقيه بيقول لي ان الكلر ده الهكسه بتاعته هي القيمه دي. فانا ممكن اجي اخد القيمه دي كوبي كده بالشكل ده. تعال ناخدها بالماوس. طيب هاخد من بعد الهاشتاج اللي موجوده دي لحد الاخر، هاخدها كوبي وهاجي على اللهم صل على سيدنا محمد، هاجي على الفيجوال ستوديو كود. وممكن هنا بدل ما اجي ما بصيله باجي اقول له كلرز دوت اورنج، لا انا هاجي هقول له كلر كده وهفتح قوسين كده، انا ببصيله كلر اوبجكت. تمام، في البدايه الكلر ده ببدا القيمه اللي هي الانيشال اللي بتبقى موجوده فيه هي 0xff. تمام، الزيرو اكس اف اف دي ثابته على طول ما بتتغيرش. يعني انا هاجي هنا اقول له 0 اكس اف اف، وبعد كده هاجي ابصيله الكلر او اللون او الهكسه بتاعه الكلر اللي انا واخده من هنا ده. تعالى في الاعلانات دي اللون الفاليو دي. تمام، يعني انا جيت قلت له 0 اكس اف اف وبعد كده بصيت له الكلر او القيمه بتاعه اللون. لو جيت سيفت وجيت عملت ريستارت، تمام، تعالى بس نقفل دي كده اهو. بص هتلاقيه غير اللون او اللهم صل على سيدنا محمد، اللون بتاع الباك جراوند كلر بتاع الاب بار، ولكن من اللون ده مش تحس ان هو يعني فاتح شويه كده نوعا ما. تعالى نختار اي لون مثلا. تعالى ناخد سكرين شوت دي. تعالى ناخد سكرين شوت مثلا للون ده كده. طيب تعالى ناخد الصوره دي كده اهو كوبي. ماشي، خدتها كوبي وعايز ادوس كنترول في احط الصوره هنا، او ممكن ان انا اعمل لها ابلود. يعني عايز اقف على اي لون مثلا من الالوان دي، يعني مثلا اللون ده حلو كده. طيب انا هدوس على علامه الكوبي دي، او هاخد من اول علامه الهاشتاج من بعد الهاشتاج على طول لاخر الفاليو يعني دي، هاخدها كوبي وهاجي هنا هشيل ال0 اكس اف اف دي ثابته ما بتتغيرش. هاجي من بعدها هشيل القيمه بتاعت اللون ده واحط اللون الجديد بالشكل ده. لاحظ بص اللون هنا اتغير اهو في الفيجوال ستوديو كود. هبدا ان انا اسيف، ادوس كنترول اس واعمل ريستارت. هتلاقي اللون بتاع الباك جراوند اللون بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، اللون بتاع الاب بار كلر اللي ورا ده اتغير وخد اللون الجديد.
وتاني حاجه عايزين نتكلم عليها دلوقتي بعد ما اتعرفنا على الالوان وهي التكست ستايل. دلوقتي الفونت ده تحس ان هو يعني انا عايز اكبر الحجم بتاع الفونت ده، او الفونت بتاع هلو وورلد ده مثلا الحجم بتاعه صغير شويه، عايزين نبدا نكبر الحجم بتاعه، مثلا نغير كده في السماكه بتاعه الفونت ده، عايزين نلعب شويه كده في الفونت ده. نعمل ايه؟ لو انا وقفت على التكست ده كده بالماوس هلاقي ان في حاجه اسمها ستايل الكونستراكتور ده ممكن يستقبلها، في حاجه من نوع تكست ستايل اسمها ستايل الكونستراكتور ده ممكن يستقبلها. لو انا جيت بعد علامه بعد التكست ده، يعني التكست ده بيستقبل ايه؟ بيستقبل السترنج ده ريكوايرد، تمام، لازم ان انا ابصيه، هو مش نالبل، يعني السترنج ده مش واخد علامه النل، ممكن يكون مش ممكن يكون نل، لازم ابصي له قيمه، تمام. على عكس الستايل ده، الستايل ده هو موجود جوه النيمد كونستراكتور بتاعه، تمام، موجود جوه الكونستراكتور، فهو نيمد وهو اوبشنال، يعني ممكن ابصيه وممكن ما ابصيهوش لانه نالبل، تمام. فانا ممكن اجي اقول له ستايل هنا بالشكل ده. لو وقفت على الستايل دي هتلاقيها بتستقبل حاجه اوف تايب تكست ستايل، فانا هبدا ان انا ابصيله تكست ستايل اوبجكت بالشكل ده، تمام. نفس الفكره هنا، انا لو عوزت ان انا اغير السايز او الحجم بتاع التكست ده فهلاقي جواه بروبرتي اسمها سايز، برضو فونت سايز بالشكل ده. لو عايز انت تعرف كل البروبرتيز او كل الحاجات اللي موجوده جوه الكونستراكتور ده ممكن تيجي تقف عليه ببساطه كده اهو، هتلاقي كل الحاجات اللي انت تقدر تبصيها، زي مثلا الهاي بتاع التكست، في حاجات كتير قوي هنبدا نتعرف عليها، فمش عايزك ايه تتوه يعني، تمام. الفونت سايز ده مثلا ممكن ابصيله 30 او حاجه، يعني تعال نجرب كده 30، ممكن ابصيله 30 مثلا. طيب 30 تحس ان هو كبر شويه، يعني ممكن مثلا نخليها 40 ونسيف ونروح نعمل ريستارت. هتلاقي الفونت بيكبر معاك ب 40 دلوقتي، وانا شايف ان هو حجم مناسب قوي وشكله جميل، وشكله جميل جدا يعني. وفي نفس الوقت برضو انا عايز اغير الكلر بتاع التكست ده، يعني التكست ده باللون الاسود انا عايز مثلا اخليه باللون الازرق او حاجه، فممكن اجي اعمل كوما هنا واجي اقول له كلر بالشكل ده. ممكن اجي اقول له كلرز. عرفنا بقى ان احنا عندنا طريقتين عشان نباصي لون، عندنا الطريقه بتاعه الكونستراكتور دي ممكن اباصي فيها ال 0 اكس اف اف دي اللي هي الجزء الثابت، وبعد كده الهكس بتاع اللون اللي انا عايزه، تمام. او الطريقه الثانيه ان انا ممكن اجي اقول له كلمه كلرز كده واجي اقول له الدوت، وهلاقي الالوان كلها اللي انا ممكن اقدر ان انا استخدمها. انا عايز اخليه باللون الازرق بالشكل ده، فهاجي اقول له انا عايز الكلر بتاع التكست اللي هو هالو وورلد ده باللون الازرق. انا هسيف وهروح اعمل ريستارت، هلاقي اللون بتاع التكست اتغير دلوقتي وبقى باللون الازرق. نفس الكلام برضو انا حاسس ان الفونت ده التكست ده الفونت ده يعني اقصد تحس ان هو رفيع قوي، يعني انا عايز اتخن الفونت ده شويه. فممكن اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن اجي اعمل كوما هنا تاني وانزل هنا، هلاقي في حاجه اسمها فونت ويت، تمام. في حاجه اسمها فونت ويت، الفونت ويت دي بتستقبل فونت ويت بالشكل ده، التايب بتاعها يعني تستقبل فونت ويت. هاجي اعمل فونت ويت كده بالشكل ده وهاجي اقول له الدوت، هيجيب لي كل الحاجات اللي انا ممكن ابصيها لها. يعني ممكن ابصي له مثلا الويت بتاع الفونت او السماكه بتاعت الفونت ده ممكن تكون مثلا 500، دي حاجه متوسطه شويه. ممكن اجي اسيف كده واعمل ريستارت، هتلاقي الفونت خد سيكنس كده او بقى سميك شويه، فاهم. ممكن نخليه اكتر مثلا دبليو 800 مثلا، 800 هيبقى تخين اكتر يعني. تعالى نعمل ريستارت، هتلاقي بقى السكنس بتاعته زادت قوي 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 دلوقتي، والفونت كده تحس ان هو عمال بيتضخم كده. ممكن برضو نخليها اكتر حاجه او اعلى حاجه اللي هي المفروض اللي هي البلاك، تمام. هتلاقي في حاجه تقريبا اللي هي الدبليو 900 دي، ممكن اخليها دبليو 900 واجي ادوس كنترول اس واجي اعمل ريستارت، هتلاقيه بقى ضخم قوي 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 وكده. دي اقصى حاجه ممكن ياخدها الفونت بتاع التكست ده. برضه في نفس الكلام انا ممكن ان انا اباصي يعني اللون الازرق ده، يعني عايز انا احط مثلا اخلي التكست ده الباك جراوند كلر بتاعته مثلا ممكن تكون ايه اسود مثلا على سبيل المثال. فازاي نعمل كده؟ بص، لو انا جيت عملت كوما هنا وجيت قلت له باك جراوند كلر، الباك جراوند كلر بتاع التكست، يعني التكست ده في الخلفيه بتاعته الحاجه اللي وراه لونها ايه؟ انا عايز اخلي لونها اسود، تمام. ممكن اجي اقول له colors دوت بلاك بالشكل ده وادوس كنترول اس واجي اعمل ريستارت، هتلاقي الخلفيه بتاعت التكست ده بقت باللون الاسود، ودي هي الباك جراوند كلر. باك جراوند كلر يعني الحاجه اللي ورا التكست ده او اللون اللي ورا التكست ده.
بس وبالشكل ده كنا اتعرفنا على الحاجات الاساسيه، الحاجات اللي احنا هنحتاجها جامد 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 في التكست ستايل. عرفنا ان احنا ممكن نباصي تكست ستايل للستايل اللي موجود جوه التكست ده، ونغير في الشكل بتاع التكست بتاعنا. نخلي مثلا الفونت سايز بتاعه 40، او ممكن نخليها 20 مثلا، او 30، او اي رقم يعني صحيح. مثلا ممكن نخليها 50 مثلا. تمام. وعرفنا ان احنا ممكن نغير لون التكست ده، بدل ما هو كان باللون الاسود نغيره مثلا نخليه باللون الازرق، نخليه باللون البرتقاني، نخليه باي لون، او ان احنا نبصيله لو احنا عندنا لون معين عايزين نضيف اللون ده. ممكن ناخد الهكسه بتاعه اللون ده عن طريق الموقع اللي انا قلت لكم عليه ده. ممكن ناخد اي لون في الدنيا من اي صوره احنا عايزينها، وابدا ان انا ابصيله اللون زي بالطريقه دي. يعني ممكن اخد ده كده اهو، واجي اشيل الكالرز دوت بلو واحطها هنا بالشكل ده، واجي ادوس كنترول اس واعمل ريستارت. اللون بتاعه اوتوماتيك على طول هيتغير وهيبقى باللون الجديد. وكمان اتعرفنا على الفونت ويت، وهي الويت بتاع الفونت ذات نفسه، او السماكه بتاعه الفونت. انا عايزه يكون ايه؟ عايزه يكون اعلى حاجه دبليو 900 ولا في دبليو 100 اللي هي المفروض تكون اقل حاجه. لو دوسنا كنترول اس وعملنا ريستارت هتلاقي الفونت بقى رفيع جدا جدا جدا، يكاد يكون مش ظاهر اصلا. ففي كذا ويت يعني ممكن ياخدوا الفونت ده. وكمان اتعرفنا على الباك جراوند كلر اللي انا اقدر ابصيه كباك جراوند كلر للتكست اللي بيتعرض. اشوفكم الفيديو الجاي.